يا مساء الخير على احلى متابعين قناة مطبخ ميرو. عملت النهاردة السلنكاتيه في البيت، عملته بطريقة حلوة قوي، طريقة سهلة وبأفكار كتير. عملته بصوص اللوتس وصوص الفراولة، وعملته برضو بصوص التوت. عملته بطريقة جميلة قوي. حابة برضو اوريكم الطبقات. ما شاء الله جميل، حقيقي طعمه تحفة بصراحة. في حتة تانية انا ما توقعتش انه يبقى بالجمال ده. لا الميكس حلو قوي. تعالوا بقى نشوف عملناه ازاي. تعالوا بقى اول حاجة هنبدأ فيها في السلنكاتيه، هنبدأ بالكيكة الفانيليا. معايا 3 بيضات، كوباية وربع سكر، نص كوباية زيت، هحط ذرة ملح، معلقة خل، كوباية الا ربع لبن. هنزل اول حاجة كده بالسكر. عايزة تضربيها بالمضرب اضربيها، عايزة تعمليها في الخلاط اعمليها. البيض لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة، ما يكونش ساقع. يعني طلعيه كده قبلها ساعة بساعتين 3. انا بصراحة طلعت حطيته في مية سخنة لمدة 10 دقايق من التلاجة. ما ينفعش ان انت تعملي بيه الكيكة ويكون ساقع. هحط برضو الفانيليا مع البيض، كيس فانيليا او كيسين براحتك خالص، بس ما تزوديش عن كيسين عشان الفانيليا برضو بتمرر الكيكة. هخليني اضرب فيه لحد ما السكر يدوب خالص. كده السكر دايب اهو، ابتدي بقى انزل كده باللبن. هنزل برضو بذرة الملح دي، وحطيت برضو معلقة من الخل. الخل ما تقلقيش منه خالص، بالعكس هو اللي هيخليها لك هشة ولونها فاتح. كده خلاص دور الخلاط خلص. نبتدي بقى نعجن كده بايدينا. هنزل بقى باللي انا عملته في الخلاط ده هنا. في الوقت ده انا شغلت البوتاجاز على درجة حرارة كده 150. انا مش بعلي برضو البوتاجاز قوي، لان ما ينفعش تبقي معلية درجة الحرارة في البوتاجاز. اول ما تحطي الكيكة هتهبط منك على طول، فانا بخليها بصراحة على نار متوسطة. هبتدي بقى انزل كده بالدقيق وانخله واحدة واحدة. طبعا خطوة نخل الدقيق دي مهمة جدا. انا المقدار بتاعي الحاجات اللي انا حطيتها دي هتاخد كوبايتين دقيق بالظبط. هنزل بقى، هنزل كده بكيس بيكنج باودر. انا بطنت بقى الصينيه كده بالشكل ده بشويه زيت وشويه دقيق. انا اديتها كده خبطتين عشان تخرج اي هوا فيها، وبرده هعمل كده بالخله عشان برضو نخرج اي هوا فيها. تعالوا بقى على ما الكيكه تستوي نعمل الطبقه التانية، الكريم كراميل. انا معايا مجهزه 2 باكت من الكريم كراميل. لو مش عايزه تستخدمي كريم كراميل ممكن تستخدمي كاستر. كل معلقه كاستر لها كوبايه لبن. الكيسين كريم كراميل لهم 4 كوبايات لبن. هقلب بقى كده، هقلب الكريم كراميل كده مع اللبن. هحط بقى الكريم كراميل كده واخليني اقلب فيه لحد ما القوام بتاعه يتقل خالص. هو الكريم كراميل ما بيتحطش عليه اي حاجه، هو الباكت ده حتى بيجي بالكيس الكراميل بتاعه كده. بس احنا في الوصفه دي عايزين الكراميل يبقى مقرمش، فهنعمل كراميل كده يدوي. خلاص كده غلي معايا اهو، انا هطفي عليه. هحطه بقى في الاطباق الازاز دي كده بالشكل ده وهو سخن كده على طول. هحطه بقى في التلاجة كده لمدة نص ساعة عقبال ما اخلص بقية الطبقات. تعالوا بقى نعمل الطبقة التانية الكراميل. هنزل كده بكوباية سكر.
احنا الكراميل بتاعنا المرة دي هيبقى مختلف، احنا عايزين نخليه مقرمش كده. ونزلت على كوباية ونص سكر، هنزل بنص كوباية مية واسيبه يغلي خالص، وهسيبه بقى لحد ما يغلي. انا سايبه الكراميل اهوت من ساعه ما حطيت السكر، سايباه هو بيغلي، مش هاجي جنبه خالص لحد بس ما يكرمل معايا. ودي ورقه زبده اهي انا دهنتها برضو دهنه زيت. عايزه تطلعيه على طبق وتدلقيه على طبق براحتك، بس ده هيسهل عليكي. لو انتي هتحطيه في اطباق بتدخل الفرن يبقى تستغني عن الخطوه دي، حطيه في الاطباق اللي هي بتدخل الفرن، ورش السكر وحطيه تحت الشوايه. السكر يتكرمل تحت الشوايه، بس انا مستخدمه طبعا اطباق ازاز، فمش هينفع ان انا احطها في الفرن لان الاطباق دي مش بتدخل الفرن. خلي بلبن بقى يقعد يخترع كده كل يوم والتاني ترند جديد ويبيعوا بقد كده، واحنا نعمله في البيت باقل التكاليف. بس هي بصراحه بتبقى حاجات تستاهل ان الواحد يتعب فيها، لانها بتبقى في الاخر بتدي طعم جميل قوي. بس كده خلاص، السكر خلاص خد درجه اللون اللي انا عايزاها. في الوقت ده خلي بالك لان بيبقى سخن جدا، ولو ايدك اتلسعت منه هتبقى مشكله، لان هو في الوقت ده بيبقى سخن جدا. هبتدي اهو خد كده درجه اللون اللي انا عايزاها. هنزل كده بقى على ورق الزبده، بسم الله. هسيب بقى دي تبرد خالص. كده الكيكه خلاص طلعت اهي من الفرن، واتاكدت ان هي استوت 100%. اهي ما شاء الله، بصوا ولا هبطت ولا اي حاجه. هبتدي بقى اقطعها. الكيكه بردت على فكره. وبعدين مجهزه بقى كوبايه لبن وحط عليها معلقه سكر. هنزل كده بقى هسقسق زي ما بيقولوا. هنزل بقى باللبن كده عليها. هركن بقى تشرب اللبن اللي انا حطيته لها ده. كده معايا الكراميل برده اهوت خلاص برد بقى بالشكل ده. انا حاولت اكسره بس هو طبعا ناشف. انا هعمله في الكبه. كده عملت الكراميل اهوت في الكبه. هحط بقى هنا كريم كراميل بالشكل ده كده. كده جهزنا تاني طبقه. هحط بقى الكيكه كده بالشكل ده. حابه برضه اوريكم الكيكه قد ايه هشه من جوه، بصوا ما شاء الله جميله، طعمها تحفه. الكنافه دي بقى انا كنت عاملاها في البيت، بجيب الكيلو مثلا على بعضه واقوم عاملاه ومحمصاه وحطاه في الفريزر عندي. كان المفروض ان انا احط الكنافه الاول بالشكل ده كده. هحط بقى الكنافه كده بالشكل ده. هنعمل بقى كريم شانتيه. حطيت كوبايه من اللبن وهحط كريمه كوبايه كده من الكريم شانتيه، معلقه برضو من الباستري كريم بيدي طعم حلو برضو. واضرب بقى بالمضرب لحد ما ياخد القوام اللي انا عايزاه. بس قبل ما اضرب هعمل كده عشان برضو ما يبهدلش الدنيا. بصوا برضو انا قطعت الكيكه كده، يعني قسمت كل قطعه نصين، لان الكيكه ما شاء الله كانت معايا مرتفعه قوي. كان المفروض ان انا اعملها في صينيه اكبر عشان ما تبقاش معايا بالسمك كده، بس مش مشكله هي جميله برضو. هبتدي بقى اعبي كده الكريم شانتيه. لو مش عندك الكيس الحلواني ده ممكن تحطيه في اي كيس عادي. وابتدي بقى اوزع كده على وش الكيكه. ابتدي بقى زين كده من على الوش. حطيت برضو كراميل من اللي انا كنت عاملاه، ومعايا برضو صوص الكراميل اللي انا كنت عاملاه، وصوص اللوتس. هزين بقى كل طبق كده بشكل مختلف. حطيت برضو صوص فراولة. معايا برضو ده صوص بطعم التوت هحط كده. هحط برضو صوص اللوتس.
عندي بقى من الشوكولاته دي برضه هحط كده بالشكل ده هنا كده مع اللوتس. ومعايا برضه صوص الكراميل ده هعمل برضه بالشكل ده كده. كده خلصت السلنكاتيه بالشكل الجميل ده. حطيت بقى بسكوت وحطيت برضو صوص التوت بيدي طعم جميل قوي، طعمه تحفة. كده خلصت وصفتي النهاردة بالشكل الجميل ده. بصوا الالوان، بصوا الطبقات من تحت عاملة ازاي، حلوة قوي وطعمه جنان. يعني انا كنت متخيلة ان هو شكل بس، لا طعمه حقيقي تحفة تحفة تحفة، حلو قوي. بصوا شكله عامل ازاي، يعني هو بيتكلم عن نفسه. كده عملنا السلنكاتيه في البيت بكل سهولة. خلي بلبن يقعدوا يخترعوا واحنا برضه هنعمل من كل اللي هما بيخترعوه في البيت. اهو اي ست بيت تقدر تعمله. عملته معاكم النهارده بطريقه سهله جدا. كده خلصت وصفتي بالحلاوه والجمال ده اهي. عملنا السلنكاتيه في البيت بكل سهوله. لو عجبتكم بقى الوصفه حطوا لي لايكات كتير عشان تشجعوني كده، عشان كل يوم اعمل لكم حاجه جديده، واي ترند نازل اعمله معاكم في البيت بكل سهوله بالحلاوه والجمال ده. جربوها بقى هتعجبكم. ولو عجبتكم بقى الوصفة لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد.